السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعين تربية الطيور مع الحواوشي على اليوتيوب، اهلا وسهلا بكم. طبعا احنا هنوريكم النهارده ازاي بنظبط الحرارة على لوحة التحكم، لان في ناس كتير سألت على الموضوع ده. هنوريها لكم بالتفصيل. المستر احمد بقى يوريها لنا بالظبط كده. انا همسك من الكاميرا دي، هيوريكم بقى الزراير ايه اللي بنعمل فيها. انا ثواني بس اجيب الزراير كده. توكل على الله. بسم الله. احنا عندنا هنا في اللوحة 4 مرحلة: سيف 1، سيف 2، سيف 3، سيف 4 اللي هي دي. فطبعا احنا عندنا الحرارة على سيف 1 اللي هو الهيتر. فانا بخش من على اللوحة على سيف 1، تمام، وبقلب كده. هي دلوقتي انا ظابطها عشان انا في عمر 9 ايام، ظابطها على 30 و3 من 10. هي المفروض تبقى 30 بس انا مزود 3 من 10 بحيث لما تنقص ما يعملش معايا هبوط في درجه الحراره في المكان. تمام. فانا بجيبها سيف كده، بعلى زي ما انا عايز وبنزل زي ما انا عايز. بعد ما بخلص بتك على سيف، اقعد اقلب لغايه لما اخرج من القايمه اللي هي بتاعت الاعدادات. كده خلاص انا ظبطت سيف 1. تمام. طبعا ما شابه بقى، لو عايز اعمل سيف 2 بقلب اخش على سيف 2 واطلع انزل اروح براحتي زي ما انا عايز. سيف 3 نفس الفكره اللي هو شفاط 2. وسيف 4 اللي هي الايه اللي هي خلايا التبريد. طبعا تمام. خلايا التبريد احنا في العمر الصغير مش بنشغلها غير في الطوارئ بس وخلاص. فده بالنسبه لضبط الحراره في حرارة المكان. يعني هو بيجيب سيته من خلالها بيبتدي يظبط الحرارة، يعلي الحرارة او يوطي. مظبوط كده. هم 4 6 4 مرحله. يعني اه السيرموستات ده في منه 1 مرحله، 2 مرحله، 3 مرحله، 4 مرحله. ده 4 مرحله. طبعا تمام. في شاشات شغل احدث شويه بس دي على قد دي اللي شغالة دي معانا شغلنا يعني. احنا، دي ممتازه في شغلنا احنا ودي ممتازه جدا يعني. تمام. احنا على كده خلاص بركة ظبطنا الله. ورجعنا رجعنا للعدد بتاعتنا او دي الحراره دلوقتي هي اريا الحراره اللي موجوده دلوقتي في المكان. ده السيرموستات اللي احنا حاطينه في وسط العنبر. اه. بالظبط كده. ده اللي هو خارج، احنا ماشيين هو في السقف هنا كده، حاطينه في وسط العنبر هنا كده بالظبط. تمام تمام. ده اللي هو قرأ على الشاشه. ده هو ده. هو ده حساس تعلم. ده اللي جايب لنا درجه الحراره اللي موجوده في العنبر كام، وبسم الله ما شاء الله. يعني انتوا بصيتوا على الفراخ كلها ما شاء الله يعني طبعا انا منتشره في المكان كلها وزي الفل يعني ما شاء الله. وكمان التجانس بسم الله ما شاء الله يعني كده. طبعا لو حد عاوز برضه يسال حاجه في حكايه لوحه التحكم ممكن نتكلم فيها مع بعضنا ثانيه. يعني لو سالتونا احنا هنجاوب عليها باذن الله. هي بتجيبها زي ما الاستاذ احمد قال لنا يعني، والدنيا ماشيه كده. انما دلوقتي احنا بنصور علينا، احنا دلوقتي عمر 9 ايام. طبعا دي الكتاكيت اللي احنا كنا عملنا عليها الفيديوهات الاولانيه، اللي احنا استقبلنا على الف دال ومنشط نمو، وعندنا بروبيوتيك، وايه تاني كنا بنستخدمه عليه؟ والاملاح المعدنيه. اول 3 ايام، وبعد كده نزلنا بقى المضاد الحيوي اللي هو التنفسي والمعوي 3 ايام التانيين. وبسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين يعني الفراخ ما شاء الله حتى الحجم بالصلاه على النبي يعني. سمونا الصلاه على النبي عشان الناس ربنا يبارك لها في حاجتهم يعني. ما شاء الله يعني تجانس الفراخ ما شاء الله جميله وزي الفل. طبعا احنا بقى ايه بنيجي بنحضن يا استاذ احمد معلش يعني في الدور اللي هو في النص تحضير الفراخ، وهي كتاكيت صغيره زي عشان يبقى الناس واخده بالها. لما بتحضن بنحضن في الدور اللي في النص اللي هو ده. جبنا انا ده والكلب بنحضن في الدور اللي هو في النص ده. تمام. بس هي البطاريه دي مصممه كده. تمام. بس لو تقول الافضل اقول لك الافضل هنا كده فوق اعلى. وابدا انزل واحده واحده. مش معنى اعلى ان درجه الحراره السخونيه تطلع لفوق، فبالتالي ده بيطلع معايا بسرعه. فبالتالي دي لما جينا في البطاريه ديت مره عملنا هنا ما كانش احسن اداء. تمام. المره دي بقى عملنا هنا، استقبلنا هنا، عملنا مسافه كان احسن اداء، كان كويس جدا. تمام. تمام. مرتاح هنا كده. اللي الزحمه عاوز يوصله لحضراتكم، احنا عارفين ان الهواء بيبقى الهواء الساخن كثافته اقل فبيبقى في العالي، فطول ما انت في العالي عاوز في التحضير بيوفر معاك في التدفئه. مظبوط كده. لكن تحت بيبقى برد وكل مدى يقص. فاحنا لما جربنا، هو جرب هنا، ده يعتبر الدور الثاني في البطاريه دي. طب دي البطاريه الطولي صح؟ ده الطولي زي ما انتم شايفين اهو. مجرب في الدور الثاني ما كانش افضل، المجرب هنا الدنيا كانت هنا احسن، وابتدينا بقى نخف لتحت. الله ينور عليك. لما يكبر ببدا بقى اخف لتحت لان هو محتاج بقى يبدا درجه الحراره اللي عنده شويه. درجه الحراره ما هو كل ما بيطلع بالعمر كل ما بيقل درجه الحراره. زي ما قلنا يعني درجات الحراره في اول اسبوع بتبقى اول 3 ايام 34، وبنعيدها تاني كل مره اهو، وبتنزل نص بعد ثالث يوم لغايه ما تثبت عند 32، وتاني اسبوع بتبقى من 30 لغايه 32، وبعد كده بتنزل من 28 ل 30. كل يعني ايه اول اسبوع تاني اسبوع بتنزل درجتين. طبعا زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله على الشفاط وكل حاجه. هي طبعا شغاله على لوحه التحكم. هي لوحه التحكم هنا لو بصينا برضه درجه الحراره ما وصلت لهي اللي احنا عايزينها اللي هي 30.3، الشفاط تشتغل اوتوماتيك. الليتر فصل اول ما وصلنا اللي احنا مظبطينها فصلت اوتوماتيك. الحراره اللي هي مظبوط عليها المكان كله. وبالنسبه للشفاط احنا ظابطينه على تايمر ايقاف وتشغيل. بنحسبه بناء على درجه الحراره الخارجيه او بناء على الوزن الموجود عندنا في اكتر من طريقه يعني. بس طبعا المعدل الرئيسي او المرايه اللي في المكان عندي هو كتكوت.
تمام. وقت ما مرتاح عشان ما ندخلش الناس في حاجه تبقى كبيره، ممكن نبقى نشرحها لهم في فيديو تاني، مفيش فيها مشكله خالص. موضوع التشغيل بس الكل بيبتدي اول اسبوع، لو انت عندك زي ما بيقولوا يعني الاساسي هم 300 ثانيه، 60 تشغيل و240 بالايقاف اللي هو على اون اوف. بتوزع انت وقت براحتك. الاوف 240 ثانيه وعندك 60 شغل، وبرده الحكم في الموضوع وكل الناس يعني اللي اتكلمت وكلت يعني بسم الله ما شاء الله زي ما انت شايف كده، يعني انا باين اهي. بص الانتشار هنا ما شاء الله زي ما انتم شايفين جيد خالص اهو. الفراخ كلها بعيده عن بعضها، ما فيش حاجه لما على بعضها الفراخ ما شاء الله. بصوا على النبي اهو. الجو طبيعي يعني، بنحاول على قد ما نقدر احنا. بص زي ما بيقولوا ايه، الاسئله اللي عندنا لا تحضير ولا اي حاجه، اللي شايفينه في المكان بنتكلم فيه. زي ما انتم شايفين الانتشار عندكم تمام زي الفل خالص اهو. والمكان، وعشان نبقى متفقين بس، الشفاط هنا ما كانش مكانه. لو انتوا شفتوا فيديوهات قبل كده في المكان كان الشفاط في الجنب، فكان اداؤه ما كانش اعلى حاجه. بدينا نغيره ونقلناه عشان يبقى مباشر قبال الخلايا. يعني الشفاط هنا اهو، والخلايا هنا طبعا احنا مغطيينها، بس لا خليها زي ما هي زي ما هي زي ما هي عشان بس الفراخ ما يجيلهاش بقى. هي زي ما هي الخلايا هنا ده مكانها، ودي فتحه تهويه نعتبرها انلت يعني. بس على قدنا كده يعني. هي تهويه دنيا عشان خاطر انت لو اتزنقت ولا حاجه شغاله معاك برضه بسيط يعني، عشان بس يبقى الناس فاهمه القصه. طبعا البنات الناس عارفينها، كنا اتكلمنا فيها قبل كده تقريبا كده. لا ما انا واخد بالي من دي. طبعا احنا عارفين البنات القصه منها ايه، الهواء فوق كثافته خفيف ساخن، هي بتعمل على تقليب الهواء تجانس، بتخلي فوق زي تحت. دي الفكره بتاعت البنات، ان هي بتعمل زي تيار هواء جوه، لان الهواء فوق ساخن والهواء تحت. انت لو دلوقتي لو طلعنا الحساس ده فوق هيقرا قرايه اكتر يعني ايه، اعلى من القرايه اللي موجوده تحت. ده حاجه معروفه عند الناس كلها. طبعا انتوا شايفين ما شاء الله الانتشار اهو، وباذن الله ربنا يعني يسهل ونعمل لكم فيديوهات ثانيه من المكان. ما فيش اي مشكله خالص. اي ملحوظه عاوز تقولها عندك نقولها للناس ولا اي حاجه يعني؟ كله تمام زي الفل. احنا بس احنا رفعنا ده علافات التحضير رفعت من عمر كام؟ 5 ايام. من 5-6 ايام رفعناها، ابتدينا نعلف العلافات اللي هي الاساسيه بتاعت البطاريات دي. هو بيطولها اهو، ابتدى الفرخ ما شاء الله اهو. خلينا في اللي بياكل ده، هو ابتدى يطول. وحتى هو لو ما طالش بنبتدي احنا نعدل العلف. معلش اعدل العلف كده بايدك يا استاذ بنعمله. ايوه تقرب له العلف قدامه بحيث ان هو يبقى طايل العلف قدامه ياكله، ما يبقاش في حاجه اصلا. طبعا احنا عارفين ان الفرخ ما شاء الله كل يوم عن الثاني بينقل يعني، بينقل. فكل مدى يعني ايه اليوم عن الثاني بيفرق، فبالتالي اللي هو ما طالش النهارده هتلاقيه بكره باذن الله طايل الحاجه والدنيا تمام زي الفل. وعندنا ده النبل اهو. طبعا احنا نسينا نقول بس دي اخر حاجه نقولها معلش عشان ما نطولش على الناس. العين بتاخد قد ايه في التحضير في العمر الاولاني؟ العمر الصغير يفضل 40. يفضل 40. تمام. 40 العين المقصود بقى هنا اهي. العين اللي هي المسافه متر. ايوه. في عرض 60. في عرض 60 دي اسمها عين، بتاخد 40. بتاخد 40 لغايه عمر 4 ايام. لا عمر مثلا 5-6 ايام. 5-6 ايام تمام. عشان نفسك عشان فرشه التحضير تكون حاططها، بس هي تحت للاسف. واخد بالي مش هتفرق. واقوم بقى ابدا اوسع بقى ايه، اقسم النص، اخد النص تحت والنص فوق بحيث ان هو يبقى قاعد برضه كده مرتاح عشان نفسه في نفس الوقت. يعني احنا فاهمين، احنا المكان الكتكوت صغير بيبقى فيه فرشه تحضير هنا غير الارضيه اللي قدامكم دي تمام. بنبتدي احنا بقى في العمر بعد ما الفرخ بيكبر خلاص، هو رجليه بقت كبيره، هو مش هينزل في الفتحات دي والكلام ده كله عشان ما فيش حاجه تتكسر والكلام ده. بنبتدي نشيل الفرشه ونبتدي نوسع للفرخ كمان باذن الله 3-4 ايام، ونبتدي برضه نقلل هنا ونقلل تحت لما بنملى البطاريه كلها. اخر حاجه ودي ملحوظه لازم الناس كلها تاخد بالها منها، بتاع الدور الفوقاني ده كله ده بنخليه اخر حاجه عشان نبقى متفقين. بس المكان هنا لو احنا بصينا هنلاقي الدور الاخير ده قريب من السقف، فدرجه حرارته بتبقى عاليه جدا وده بيجهد الفراخ، فخليها لاخر حاجه. واحنا كمان بنبقى عاملينه زي العزل، يعني الفراخ اللي مش عجبانا بنخليها فوق عشان درجه الحراره وكده. لان هي برضه كان في بعض اخطاء في التصميم، اللي كان المفروض يبقى في فرق ايه متر او 70 سم من السقف للبطاريه عشان خاطر الدور الفوقاني ده ما يبقاش معدوم يعني. لكن ادينا بنحاول برضه ايه اي اخطاء بنكتشفها بنتكلم فيها مع حضراتكم، وكله زي ما بيقولوا ايه على عينك يا تاجر يعني. سمعونا بقى الصلاه على النبي في اخر الفيديو بقى كده، وعاوزين ايه لو انتوا في اي سؤال او اي استفسار عن اي شيء اسالونا، واحنا بفضل الله احنا بنجاوب على كل الناس في التعليقات يعني. ولو عجبكم الفيديو ما تنساش بقى اللايك والشير، وتابعونا على قناه تربيه الطيور مع الحواشي على اليوتيوب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.